كل حاجة عن الخسوف اللي هيحصل النهاردة من بعد صلاة المغرب هتعرفوه في الفيديو ده. ايه اصلا خسوف القمر ده وبيحصل ليه؟ خسوف القمر ده بيحصل لما الارض بتبقى ما بين الشمس والقمر، فده بيخلي ضوء الشمس ما بيوصلش للقمر بشكل مباشر، فالقمر بيظهر لنا في حالتين، يا اما بيظهر لنا ضلمة يا اما بيظهر لنا احمر دموي زي اللي هيحصل النهارده، وده بيبقى على حسب نوع الخسوف اللي هيحصل. انواع الخسوف ايه؟ خسوف كلي، وده اللي هيحصل النهارده ان شاء الله بعد المغرب، وده اللي بيحصل فيه ان القمر كله بيدخل في ظل الارض، فبيظهر لنا القمر بشكل دموي او احمر او برتقاني اللي بيسموه قمر الدم، وممكن يظهر بشكل مظلم تماما. الخسوف التاني وهو خسوف جزئي، وده جزء من القمر بس هو اللي بيدخل في ظل الارض، وده بيخلي القمر بيظهر لنا جزء منه مظلم وجزء منه منور. وفي ثالث نوع خسوف شبه الظل، وده القمر بيعدي فيه من منطقه شبه الظل، بيخلي القمر باين باهت شويه او اغمق شويه، وده ممكن ما نلاحظوش بالعين المجرده. هو الخسوف ليه ما بيحصلش كل شهر او بيحصلش على طول؟ لان دي ظاهره فلكيه بتحصل تقريبا كل سنه، علشان خاطر لازم يكون فيها الشمس والقمر والارض متساويين كلهم على خط واحد، وده اللي بيخلي الخسوف يحصل. الخسوف مدته من دقائق معدوده الى 6 ساعات، ولكن الخسوف الكلي ممكن يقعد من نص ساعه لساعه وربع تقريبا. طيب ايه بقى السبب العلمي ان القمر بيظهر لونه احمر او القمر الدموي زي ما بيقال؟ هقول لكم. عشان اشعه الشمس بتمر في الغلاف الجوي للارض، فالغلاف الجوي بيمتص الاشعه الزرقاء وبيخلي الحمراء، وده اللي بيظهر لنا في القمر. طب ايه اللي المفروض نعمله لما الخسوف يحصل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان احنا لازم نصلي ركعتين الخسوف اللي هما بيبقوا ركعتين بس. زمان في الحضارات والثقافات المختلفه كانوا بيقولوا ان حدوث الخسوف ده بيبقى انذار او علامه لحدوث احداث كبرى سواء ايجابيه او سلبيه. بس دلوقتي طبعا الوضع اتغير، والناس بقت فاهمه ان هو ظاهره فلكيه بتحصل علشان هو ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى بيفكرنا بيها علشان خاطر نرجع له ونستغفر، ولده اللي لازم نعمله في وقت الخسوف، الصلاه والدعاء والاستغفار الكتير. يعني الخسوف مش زي ما بيقال ان ده عقاب، لا، دي ايه من ايات ربنا علشان خاطر يخوف بيها عباده علشان نرجع له ونستغفر. الظاهره دي النهارده هتحصل وكل الناس تقريبا هتشوفها، والنهارده الجوامع الكبيره كلها هتعمل خطبه عن الظاهره دي من كتر ما الحدث قوي وما بيحصلش كتير. تعالوا بقى اكلمكم عن الخسوف من الناحيه الروحانيه. بيقال ان دي بتبقى نهايه دوره وبدايه دوره جديده، فانت لازم بتتخلص من كل حاجه متعلق بيها سلبيه، وبتتخلص من الطاقه السلبيه بتاعتك، ولازم بتستعد لكل جديد هيحصل في حياتك وتفائل ان هو حاجه كويسه هتحصل. وبيقولوا ان اللون الاحمر القوي اللي هيظهر في القمر ده بيرمز لحاجتين، بيرمز للطاقه والشغف، وبيرمز برضو للحياه والدم.